هرجع واتكلم تاني عن حتة اولاد النادي. اولاد النادي اللي طالعين في القنوات امبارح يتكلموا عن جون ادوار ومهاجمة جون ادوار. يعني لك ان تتخيل امبارح طالع وائل الاباني اللي كان مدير كورة لسه من اسابيع فاتت، طالع بيتكلم ان اولاد النادي لازم يبقوا موجودين في النادي، وانت جايب لي مدير كورة من بره، وانت طبعا كل ده عشان هو مشي، فالسبوبة هتمشي. طيب الحاجة التانية، عندنا الأستاذ أبو العلا. أبو العلا طلع في منشور يتكلم لأن هو كان مترشح على منصب المدير الرياضي في الزمالك، فطبعا طلع يتكلم ويهلل ويقول ازاي مدير رياضي من بره. الفكرة ان هم كلهم بس عايزين الكراسي، يعني مش هاممهم النادي اللي عملهم واللي خدوا منه فلوس، مش مهم اي حاجة، المهم احنا نفضل موجودين. ويجي بالك في حتة ولاد النادي، طب احنا جمهور مش عايزين اي حد من ولاد النادي. احنا تعبنا من، يعني شفنا منكم ايه؟ شفنا منكم ايه؟ ايه اللي عملتوه؟ ابن النادي اللي بجد اللي يشوف حاجة جديدة بتحصل ويدعمها، امثال بقى ميدو وامثال عبد الحليم وامثال حازم امام وامثال ناس كتيرة كويسة بتدعم جون ادوار، مش واقفة ضده عشان توقعه، عشان يقولوا بص فشل المشروع. هو انتوا كده؟ دول ما يتسموش ولاد النادي، دول يتسموا حاجة بتاعت النادي وهم عارفين نفسهم.